السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة؟ عملنا اول طبعة في الحضانة. عندنا عملنا اول 3 كتب. دي النسخة الاولى، حبيت اوريها لحضراتكم. عملنا كتاب يوسي ماس الحساب الذهني مستوى اول، ومعاه طبعا العداد بتاعه. وعملنا كتاب السيرة النبوية، وعملنا كتاب التلوين للأطفال. تعالوا كده نبدأ مع بعض ونفتح أول كتاب. أوري حضراتكم من جوه محتوياته ايه. ده أول كتاب معانا، كتاب الرسم بتاع الأطفال. في ميزة حلوة جدا إن احنا عاملين الصورة تلوين. الميزة الحلوة اللي فيه إن احنا عاملينها نقط، يعني الطفل هيمشي على النقط الأول وبعد كده هيبدأ يلون. طبعا كل الكتاب كده كله تلوين بالشكل ده، كلها نقط. مفيش صفحة مرسوم فيها يعني كده وهو يلون على طول، لأ، كله منقط. وبعد كده هو هيقوم بي يمشي على النقاط الأول، وبعد كده هيبدأ يلون الرسمة. عملنا كذا رسمة فيه بحيث ان الطفل يقدر يتحكم في صوابع ايده، ويقدر يلون كويس، وعلى قد ما يقدر ما يخرجش بره الرسمه. هيبدا الاول بالرصاص طبعا ينقط، يمشي على النقط، وبعد كده يبدا يلون الرسمه. وحبينا كمان في اخر كل صفحه نكتب جمله تحفيزيه للاطفال. ده طبعا كتاب التلوين، ده اول كتاب معانا. تاني معانا كتاب السيرة النبوية. الكتاب ده ناس كتير جدا سألتنا عليه، فاحنا على قد ما نقدر حاولنا نجمع معلومات دينية مع اسم النبي. طبعا مش كامل، جزء كبير منه علشان الطفل يقدر يحفظه. وجمعنا زوجات الرسول وأبناء الرسول. تعالوا نشوف مع بعض بيبدأ ازاي من جوه محتوى الكتاب. دي أول صفحة فيه. بعد كده تحفة الأطفال، اللي هي المقدمة بتاعت تحفة الأطفال. دي مهمة جدا عشان الطفل يقول مخارج الألفاظ كويسة. بعد كده أسماء الله الحسنى. والصفحة اللي بعد كده اسم الرسول لحد ابن عدنان. بعدين زوجات الرسول وأبناء الرسول، وبعد كده العشرة المبشرين بالجنة، واسماء الانبياء حبينا نضيفها عشان كل يوم نحكي لطفل من اطفالنا قصة من قصص الانبياء. وبعد كده حبينا نضيف اركان الايمان واركان الاسلام، وبدأنا نحط احاديث كده صغيرة للاطفال. حطينا حوالي 11 حديث صغير زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. دي الاحاديث صغيره جدا. طبعا ممكن ندي للطفل حديث واحد بس في اليوم يحفظه على يومين او حاجه، وبعد كده نبدا نديله حديث جديد غيره. بعد كده بدأنا حطينا الصفحه اللي بعد كده حطينا ادعيه، هم حوالي 5 ادعيه يعني كبار شويه. الطفل يحفظهم برضو على مرتين، مش هديها للطفل مره واحده. وبعد كده بدأنا بقى نحط أسئلة سؤال وجواب للأطفال. دي حاجة كويسة جدا، يعني أسئلة بسيطة جدا علشان الطفل يعرف دينه ويقدر يحفظ الأسئلة والإجابات السهلة دي اللي بيسألنا عنها كل يوم. حوالي 5 صفحات أسئلة وأجوبة أهي دي. وبرده في آخر كل صفحة قدرنا نحط جملة تحفيزية للطفل زي كده. بس تعالوا بقى نيجي للكتاب الثالث، كتاب اليوسي ماس. زي ما اتفقنا المستوى الاول ومعاه العداد بتاعه. العداد اللي معانا هيبقى اصغر من كده شويه. ده عداد كبير للمستوى الكبير. بس العداد اللي معانا يبقى اصغر من ده شويه، يبقى حوالي 5 خانات. بدأنا طبعا لان الكتاب ده احنا عاملين نسخه انجليزي منه، وان شاء الله هنجهز النسخه العربي. بدأنا اول صفحه خالص يكتب الارقام. وبعدين بقى حاجات بسيطة. كل الأرقام البسيطة دي هيشتغلها بالعداد معانا، أرقام صغيرة جدا عشان المستوى الأول أهي. الكتاب كله رسومات وأشكال تحفيزية وحاجات شكلها حلو عشان تلفت انتباه الطفل. وحطينا كمان حاجات زي ألعاب ذكاء مثلا. الحاجات دي بتلفت انتباه الطفل. ده الكتاب
انا عايزه اقول لحضراتكم دي متاهه تانية، يعني كل 10 صفحات حطيت حوالي متاهه واحده اهي. وبرده في اخر الكتاب حطيت جمله تحفيزيه للطفل. ده لحد هنا كده المستوى الاول لحد اخر صفحه. حطينا جمله تحفيزيه في اخر كل صفحه اهي. عايزه اقول لحضراتكم ان الكتاب ده الوحيد اللي حوالي يعني 20 صفحه، يعني وش وظهر حوالي هو يعني 20 صفحه كده. ده نص الكتاب او 20 صفحه طبعا، لان احنا عاملينه على صفحتين فبينتهي ب40 صفحه. بس هو حجمه قليل جدا يعني مش كبير. المستوى الاول ده قليل قوي، والكتابين التانيين برضو معانا مش كبار، برضو 20 صفحة، وكتاب الرسم برضو 20 صفحة. عايزة اقول لحضراتكم ان الكتب متاحة بس مش للحضانة، متاحة اونلاين لأي حد يحب يطلب الكتب اونلاين او اي حاجة او اي استفسار ابعتولنا على صفحة الحضانة ان شاء الله. ومتاح اي كمية بسعر رمزي جدا للكميات، ومتاح بيع لأي حضانة ان شاء الله.